عماد النحاس يشكر الاهلي والزوراء العراقي بعد خروج نجله من المستشفى. بيراميدز يتعادل مع بتروجيت بنتيجه 2-2 ويتوقف الرصيد عند 27 نقطه. فرق النقاط حاليا 4 نقاط بين بيراميدز والاهلي مع التساوي في المباريات. سيراميكا كليوباترا ابدى رغبته بشكل ودي في التعاقد مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله. موافقه ياس روبا المدير الفني ستحسم صفقه المغربي محمود بن تايج. برشلونه يثق في حسم صفقه حمزه عبد الكريم خلال الفتره القادمه على سبيل الاعاره، مع خيار الشراء لضم اللاعب الى فريق الريد. المفاوضات تتقدم والعنصر الحاسم يتمثل في رغبه اللاعب القويه في ارتداء لاميسا الكتالوني. تأجيل مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل كأس الأمم الأفريقية ليوم 16 ديسمبر، ومحمد صلاح وعمر مرموش هيكونوا موجودين. برأسية مروان حمدي منتخب مصر ينتزع تعادلا صعبا أمام الإمارات في كأس العرب. رسالة الكابتن محمود الخطيب إلى إمام عاشور قبل بداية بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب: اعرف جيدا حجم التحدي اللي قدامك، خصوصا بعد فترة الإصابة الطويلة. البطولة دي فرصة كبيرة ليك علشان تثبت نفسك وتساهم بقوة في نجاح المنتخب. أهم حاجة دلوقتي التركيز على الجاهزية البدنية والذهنية، وانت داخل الملعب ابذل كل جهدك وكن قدوة لباقي اللاعبين. المنتخب محتاج خبرتك وهدوءك واستدقت، وصدقني وجودك هيفرق جدا. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وشكرا.